الفيديو ده هنشرح أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة اللي ممكن تستخدمها في شغلك، زي أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتصمم لك، وأدوات الذكاء الاصطناعي بتعدل لك الصور، وكمان أدوات الذكاء الاصطناعي بتخلق لك مشاهد مش موجودة، مشاهد خيالية. وكمان أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تحول لك الصور إلى فيديوهات، وكتير من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي تعملها في في اكس وغيرها من الحاجات. كل ده واكتر في فيديو النهارده. كمان هنجيب لك اكتر من براوزر يساعدك ان هو يشتغل مكانك، واكتر من مكان ينظم شغلك. كل ده واكتر في فيديو النهارده، ففيديو النهارده هيكون مهم. شخص عادي قرر إنه ينحرف عن المسار الطبيعي للبشر ويقدم شيء جديد، شيء مميز ومختلف. يقدم لكم كل ما يتعلق بالتصميم والإبداع. هنا أقدم لكم حلقة جديدة. اول اداه معانا وهي كانفا اي اي. اداه كانفا اي اي اللي انت تقدر تعمل منها برزنتيشن او سوشيال ميديا او اي حاجه، تعمل اي تصاميم منها باستخدام الاي اي. تبدا انت تكتب لها الحاجه اللي انت عايزها، سواء بالصوت او بان انت تكتب بس مجرد الوصف اللي انت عايزه، ويبدا ان هو يطلع لك صور بكل الانواع اللي انت ممكن تتخيلها. وبعدين تقدر تحددها وتكستمايز فيها لو انت عايز تغير ستايل، او ممكن تغير فيها اللون، او ممكن تغير فيها اي حاجه انت متخيلها. كل ده بتقدر تعمله في الكانفا اي اي. وكمان هنجرب تجربة عملية. لكن ضمن الحاجات الموجودة ان احنا ممكن نفتح الايديتور بعد ما نخلص التصميم بالاي اي، ونبدا ان احنا نعدل احنا بنفسنا، سواء في شيء عايزين نضيفه او في شيء عايزين ان احنا نخليه بطريقتنا احنا. وفي كمان طريقة ان انت تعمل سوشيال ميديا بوست عن طريق الكانفا، تديله صورة المنتج وتبدا انت تكتب له الوصف او التخيل اللي انت عايزه، وتبدا انت تعمل البرومت ده سواء بالفويس او بالتكست، وتبدا انت تديه الكانفا اي اي. وكانفا اي اي هيبدأ إن هو يطلع لك بوسترات بمختلف الأشكال للمنتج بتاعك وبشكل احترافي. كمان تقدر بعد كده تعمل إيديت وتكتب التكست بتاعك وتخرجه وينزل لي. طيب خلينا دلوقتي نجرب تجربة عملية. احنا فاتحين دلوقتي كانفا اي اي، وهنبدأ إن احنا نخلي الجنريت للصورة، نبدأ إن احنا نعملها من هنا. نضغط على كلمة بيكتشر دي، هيبدأ إن هو يجيب لك الأنواع اللي ممكن تعملها. طبعا أنت تقدر تغير الستايل من هنا، ممكن تخليه نان وتبدأ أنت تجنريت، يا اما كان تختار الستايل اللي انت عايزه. طبعا في ستايلات كتيره جدا جدا، طبعا زي ما انت باين قدامك دلوقتي في ستايلات كتيره. فانا مثلا على سبيل المثال ممكن اختار اللي هو الستايل البوب ارت ده، شايف انه ممكن يبقى كويس. ابدا انا اختار مقاس الصوره سواء بالطول او بالعرض، او حتى صوره انستجرام هكذا. انا ابدا مثلا اخليها صوره مثلا وليكن المقاس الصغير ده. وابدا مثلا انا اقول له اعمل لي مثلا بوستر بيتكلم على البينيفيتس اوف لينكد ان، وهبدا ان انا ارفع مثلا اللوجو او اللوجو اللي انا محتاج يكون في البوستر. وبعد كده هابدأ إن أنا أستناه يغلق ما يحمّل، وأبدأ إن أنا أعمل له send. طبعًا أقدر أعمل الكلمة دي أقدر إن أنا أعملها بالvoice، أو مجرد إن أنا أعملها بالtext. هابدأ أنا أقول له send، وهيبدأ إن هو يحمّل لي أكتر من صورة معمولة بنفس الstyle وبنفس الحاجة اللي أنا طلبتها منه. وكمان هيستخدم اللوجو اللي أنا رفعته له زي ما أنتم شايفين، قدر إن هو يعمل نتيجة طبعًا كويسة. طبعًا هتلاقي إن في مشاكل شوية، زي إن هو ممكن يكون الtext ذات نفسه مش مضبوط. وهنا بيجي الدور بتاع الediting. هتبدا مثلا تختار الصوره اللي عاجباك، مثلا وليكن دي، هبدا انا اعمل لها edit. واول ما يفتح الايديت بتاعها هتتفتح لي زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. اقدر ان انا اعدل فيها الحاجات اللي انا عايزها، ممكن اعدل فيها التكست او اعدل فيها حاجه معينه. كل ده تقدر تعمله جوه الكانفا اي اي. نيجي بعد كده للأداة التانية واللي هي كده اي اي، اللي تقدر تعمل منها جنريت لصور مختلفة للستايلات اللي انت ممكن تتخيلها. تقدر ان انت تعمل الجنريت للصور، وكمان تطلع فيها تفاصيل رياليستيك حقيقية. وكمان تقدر ان انت تختار حسب الريفرنس اللي عندك. وممكن كمان تبدأ ان انت تجنريت حاجات بنفس الشكل. كل ده في الموديل الاولاني لكده اي اي. لكن كمان في الموديل الجديد لكده اي اي بقى في موديل ان انت تقدر تعدل على الصور باستخدام برومت بسيط، ويبدأ ان هو يجنريت حاجة مش موجودة. زي مثلا ان هو يضيف مثلا حاجة زي اللي قدامنا دي، ده انه يضيف قبعة مثلا على الكلب ده، او يديله نظارات او اي حاجة، او يغير في الستايل بتاعه. كل ده بيلد ان وان اي اي موديل. وكمان الاي اي موديل ده بيوفر حاجات كتير جدا نتكلم عليها دلوقتي. تعالوا نتكلم عليها مع بعض. انا صراحه ما اعرفش اسمه هو كده ولا كده، لكن هو الموقع صراحه كويس جدا. الموقع ده بيوفر لك الاول في عندك حاجات تبع الايديت، وعندك حاجات تبع الجنريت. اول حاجه في الجنريت تقدر تجنريت صور، تجنريت فيديو، او ان انت تعمل ريل تايم فيديو، او انت تعمل موشن ترانسفير، او 3 دي اوبجكت، او ان انت تعمل ايديت، او ايديت على او انهانس او اي حاجه. وانا صراحه بيفرق جدا في الانهانس، لان هو بينقل الصور بشكل مختلف تماما. بيبدا ان هو يضيف تفاصيل ممكن ما تكونش موجوده. لو انت عندك الصوره جودتها وحشه، بيبدا ان هو يعلي جودتها. ومش بيعلي جودتها بالشكل العادي، لا هو بيتدخل، وتقدر انت تتحكم في التدخل بتاعه بتاع الاي اي. فانا مثلا دلوقتي انا ممكن اختار صوره، ممكن مثلا اجيب صوره زي دي. ابدا ان انا مثلا اقول له
يحدد ال AI strange إن هو عايز القوة بتاعة ال AI كام، ممكن تكون 100 وممكن تكون قليلة، ممكن تكون كتيرة. أنا الصراحة بافضّل إنها تكون مش أكتر من 15%، لأن هو صراحة الAI بتاعه قوي جدًا، بيطلّع حاجات فظيعة يعني، ممكن تطلع يعني over بزيادة. وهنا تقدر مثلًا تخلّي إن هو يكون واخد من الصورة الحقيقية قد إيه، والclarity والsharpness، وممكن تmatch الcolor. كل الحاجات دي كلها حاجات ممكن تكون موجودة عندك تقدر تعدل فيها. وكمان تقدر أنت تعمل اللي هو 1x or 2x or 4x أو 8x، بس طبعًا المجاني بيوفر لك 2x. طبعًا لو أنت هتلاحظ مثلًا في الصورة اللي قدامنا دي الصورة الأصلية، ودي دلوقتي بعد الedit. طبعًا هو ضاف تفاصيل مش موجودة وعمل enhance، لكن زي ما أنتم شايفين هنا بيكون في غلطات في الtext هنا، ودي من ضمن العيوب اللي موجودة في نموذج الAI دلوقتي، إن هو ما بيعرفش يrecognize الtext بشكل كويس أو حتى التفاصيل الضيقة. لكن هو ممكن تاخد مثلًا التصميم بعد كده تعمل له retouch مثلًا على Photoshop بعدين. لكن هو صراحة كويس جدًا سواء enhance أو سواء حتى إن أنت ممكن تعمل منه فيديو أو image أو أي حاجة يعني ممكن مثلًا على سبيل المثال إن أنا أبدأ إن أنا أضيف صورة وهو يعدل على الصورة ديّة. خلينا نجرب مع بعض. أوكي، دي كانت صورة عندي لبوستر إحنا كنا عاملينه مشروع إحنا خلصناه في موضوع الإيديت، إن أنا أقول له مثلًا نخلي الشخصية الرئيسية هنا تلبس نضارات، فأبدأ إن أنا مثلًا أقول له وأقوم هو generate، أو ممكن نختار في models كتيرة هنا. في مثلًا الmodel بتاع الflux ده مثلًا، بس هو في شيء منه مدفوع. فممكن أنت مثلًا تستعمل أي model. في model من ضمن الmodel ده تقدر إن أنت تحدد على حاجة معينة، تقدر إن أنت تحدد على يعني مثلًا object معين وتتحكم فيه completely، يعني تقدر تتحكم فيه براحتك. فدي برضه من ضمن المميزات. لكن طبعًا في models مجانية، حتى النانو بنانا تبع جوجل. النانو بنانا دلوقتي وصل برضه الكرا أو الكرا AI، أنا ما أعرفش الصراحة اسمه. هو دلوقتي قعد بيgenerate الحاجة اللي أنا قُلت له عليها من بس كلمتين أنا قُلت له عليهم إن هو يلبّس نضارة، ودلوقتي دي النتيجة زي ما أنتم شايفين. ده قبل وده بعد، زي ما أنت شايف إن هو عدّل البتاع ولبّسه نضارة. فأنا طبعًا أنت لو عجبتكش النتيجة ممكن إن أنت تقعد تغيّر فيه أكتر من مرّة وهكذا وهكذا. لكن المهم إن الفكرة وصلت إن هو ممكن يedit زيه زي فوتوشوب، لأن طبعًا فوتوشوب عنده الميزة دي برضه. ويقدر إن هو يعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. وده الصراحة اللي بيميز كرا AI، إن هو فيه أكتر من يعني هو موديل واحد لكن فيه أكتر من حاجة. وكمان مدخلين فيه الVIO 3.1 بتاع جوجل، البنانو بنانا. كل المودلز بتاعت الاي الجديده داخله في حتى السيد دريم 4.0. كل الحاجات دي داخله في نفس الموديل ده. برضه أداة ران واي الجديدة أداة مش جديدة الصراحة، لكن هي مؤخرا أنا بدأت إن أنا أستخدمها. وهي أداة بتقدر إن هي تجنريت حاجات مش موجودة، أو تقدر تجنريت بيئات مختلفة مش موجودة من مجرد بس برومت بسيط. تقدر أنت تجنريت مختلف الحاجات. كمان ممكن تقدر تعمل بيها مشاهد كتيرة جدا تقدر تستعملها، سواء في فيلم قصير عايز تعمل مشهد بسيط ممكن تدخلها فيها، لأن أنت طبعا مش مضطر تتصور حاجة زي كده. وفي كمان تقدر انت تعمل منه VFX وحاجات كتيرة جدا. يعني مؤخرا تقدر انت تديله ستايل وهو يقلد لك الستايل ده في بقية المشاهد. ممكن مثلا تجنريت حاجات فيها VFX، او ممكن ان هو يبدل عربية بعربية، او ممكن يبدل اي حاجة بحاجة، ممكن يعمل تأثيرات صعبة. ممكن ان هو ينقلك في اماكن انت مش موجود فيها بمجرد ان انت صورت على جرين سكرين. يقدر ان هو ينقل لك الصورة دي كأنها صورة حقيقية. وكمان يقدر ان هو يعزل لك الصور، او يغير لك الجو بتاع الصورة، او ينقل لك المكان ذات نفسه بتاع الصورة، او يكمل لك مشهد مش موجود اصلا يكمله لك. ده تقدر تعمله برضو من رانواي. وهبدا ان انا اقول لكم بطريقه بسيطه الادوات بتاعته، لان هو فيه حاجات كتيره جدا، وهو برنامج الصراحه ما ينفعش ان هو يتشرح في فيديو. ده محتاج فيديو لوحده كامل من كتر الحاجات اللي فيه. طيب اول ما تفتح الواجهه بتاع رانواي، طبعا دي الواجهه المجانيه، لانه طبعا في حاجات اضافيه في النسخه المدفوعه. هيكون عندك هنا اكتر من خيار، مثلا انت تعمل فيديو، او ان انت تعمل انيميت لكاركتر حسب حركتك بالريفرنس بتاعك، او انت تعمل بايمج او صور بالتكست بس، او في اكتر من حاجه. انا عن نفسي هجرب دلوقتي ان انا اعمل من الواجهه الاساسيه دي ان هو يعمل لي فيديو بسيط باستخدام الرانواي. هكتب اصلا ان هو يعمل لي اعلان بسيط جدا يناسب الالوان بتاعت البرفان دي. هبدا ان انا اقول له ان هو يعمل الاعلان. في طبعا اكتر من موديل واكتر من حاجه مختلفه تقدر تجنريت منها الشيء ده. لكن انا جربت الصراحه اعلان البرفان، لان انا كواحد من الناس ك 3 دي ارتست وداخل خصوصا في موضوع البرودكت انيميشن. الاي اي هو ممكن يسهل عليا حاجات كتيره جدا، وممكن ان هو يعمل حاجات كتيره جدا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هو قدر ان هو
يعمل لي البوستر بشكل كويس، وممكن كمان ان انا اقول له يعمله لي از فيديو. ممكن اقول له مثلا يعمله لي بفيديو. دلوقتي هبدا ان انا سيلكت اسيت. تمام، ادي الاسيت اللي هو انا سيلكته هو ده، واخليه يعمل لي مثلا الفيديو ده مثلا 5 ثواني وده المقاس. هقول له نفس البرومت برضو، هخليه يعمل جنريت ونشوف النتيجة اللي هيقدر يطلعها من صورة واحدة، وكمان من نسخة مجانية، وكمان بشكل بسيط زي ده. طبعا الفكرة ان هو انا ممكن اخليه يصمم بدالي او يعدل حاجات بدالي. فمثلا انا عندي صورة بهتانة زي دي، ممكن ان انا اخليه هو يكتب لي الكلام زي ما انتم شايفين، هو كاتب هنا الكلام وعمل الحاجات دي كلها. طبعا انا لا قلت له ان ده برفان دونا بورن ان روما، ولا قلت له ان ده يولو دريم، ولا قلت له الحاجات دي كلها. هو راح جابها من على النت، مش عارف ازاي، بس هو راح جابها من على النت بسرعة رهيبة وراح كتبها لي. فممكن ده يبدا ان هو يستخدم في الاعلانات. انا مثلا ممكن بدل ما اعين عندي ديزاينر، ممكن الشخص بعد كده يبدا ان هو يستعمل الموديل ده في ان هو يصمم له البوستر، حتى لو مش عارف المعلومات ومش عارف يدور عليها عشان هو مثلا وقته ضيق او كده. لكن هو عمل حاجات حلوه الصراحه، من مجرد نسخه مجانيه، وكمان من الصور العاديه، وكمان ببرومت عبيط جدا لان انا مش كاتب فيه تفاصيل. دلوقتي هو بيبدا يجنريت الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، فيديو مدته 5 ثواني، جين 4 تيربو، بالبرومت قصير جدا، وكمان مقاس 3 او 3 ل 4. طبعا هو ما بياخدش وقت كتير، لكن لو انت مثلا دافع نسخه الاكتر او نسخه مدفوعه، بيبدا انه يجنريت حاجات احترافيه اكتر وبسرعه اكبر طبعا. يعني نشوف دلوقتي النتيجه اللي طلعها. طيب خليني دلوقتي اقول حاجه بسيطه جدا بس في النقطه دي. فكره ان هو يحرك شيء مش 3 دي يخليه 3 دي ويتحرك فيه، هو ده شيء عادي. لكن اللي مش عادي ان هو ما يبوظش او ما يشوهش العطر ذات نفسه. احنا متعودين ان نماذج الاي اي لما تيجي تتحرك بيها من صوره لفيديو دايما بيحصل فيها مشكله، الا وهي التفاصيل. لو في كلام، الكلام بيبوش او مش بيبوش، بيختفي او بيبقى مش مفهوم. ولو في ازازه عطر او في حاجه معينه فيها تفاصيل صعبه زي مثلا الزجاجه دي، بيكون صعب ان هو يفهمها وبيبوظها دايما او تدخل جوه بعض. ففكره ان هو يعمل لي حاجه زي كده من العدم، ده شيء هيوفر وقت كتير جدا على الناس. طبعا مش هيقدر يستبدل ال 3 دي ارتست، طبعا ممكن تعمل حاجات احترافيه اكتر من كده بكتير بكتير ويطلعها بجوده رهيبه، لكن مش هيقدر يعمل نفس الحاجات اللي يعملها المصممين. لكن فكره ان هو يطلع الحاجه سموز بالشكل ده، ومع الحفاظ على الشادو، حافظ على الشادو اللي في الصوره الاصليه، حافظ على اللوجو اللي هو شيء صعب دلوقتي في نماذج الاي اي ان هو يخلي اللوجو ثابت. لازم اللوجو يقعد يتشوش لان نماذج الاي اي شغال بطريقه بطيئه شويه، لكن هنا اشتغل بطريقه تمام. وكمان انا ما اديتوش تفاصيل، يعني انا ممكن ادي له صوره احلى. ممكن ان انا ادي له مثلا برومت اكتر، ممكن اسال شات جي بي تي يكتب لي برومت وانا ادي له البرومت ده وجنريته. وعلى فكره ك ك يعني كخطه مجانيه او الاشتراك المجاني، انا كان معايا 120 وعملت صورتين وعملت فيديو، لسه معايا 25. يعني انا اقدر اجنريت اكتر من فيديوهين 3 4 5 كمان، ولسه هيكون معايا ان انا اقدر اجنريت تاني، وده نسخه مجانيه وان هو يجنريت حاجه زي كده. فانا اشوف الصراحه ان هو نموذج جامد جدا. طبعا في اكتر من حاجه، هو مش مجرد بس كده. يعني هو ممكن تستخدمه كشات جي بي تي عادي، وتقدر ان انت تستخدم فيه التولز التانية كتيره، ان هو في تولز كتيره وفي نموذجات كتيره جدا، في حتى الفيو 3 اللي احنا كنا بنتكلم عليه، صوت وصوره اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وممكن ان نعمل فيها كتيره جدا باستخدام الاشتراك بتاعه. وعلى فكره هو يعني كاشتراك مش غالي بالنسبه للي بيقدمه، خصوصا ان هو بيريح كتير جدا الناس اللي بتعمل في اف اكس. وعلى فكره في ناس كتيره جدا من اللي بيعملوا فيديوهات التيك توك باختصار، اللي بيعملوا المشاهد الغريبه اللي بنشوفها دي، ما بتكونش معموله بمونتاج ولا اي حاجه، ممكن تكون معموله بالاي اي، ويكون مثلا هو مصور نفسه صوره حقيقيه وفيديو حقيقي، ويبدا ان هو يتلاعب بالحاجه دي بالاي اي. زي ما لسه موريكم ان هو ممكن ان انت مصور نفسك على جرين سكرين، يبدا ان هو ينزل الجرين سكرين بنفسه هو، ويبدا ان هو يركب مشاهد مش موجوده اصلا. فده حاجه جنونيه وهتوفر وقت على ناس كتير جدا طبعا. حاجه تخوف، لكن هو في الاخر وفي الاول حاجه بتسرع الوقت بتاعنا. وكمان نتمنى ان هو يدخل في ال 3 دي وكده عشان يسهل الوضع، ويكون ال 3 دي اكتر سهوله، خصوصا في بما يسمى الجيومتري.
دلوقتي مع Adobe Firefly واللي هو بيقدم إن أنت تعمل صورة من مجرد كلمة، أو إن أنت تقدر تعمل فيديو من مجرد كلمة، أو إن هو يحول صورة لفيديو، وتقدر إن أنت تتحكم في مكان الكاميرا، وتقدر إن أنت تتحكم في الزاوية بتاعتها، وتتحكم في كل حاجة حرفيًا من خلال برنامج واحد بيقدم لك أكتر من موديل ذكاء اصطناعي باستخدام Adobe Firefly. وتقدر أنت كمان تجنريت الصورة وتحركها بطريقتك أنت وتتحكم فيها، وكمان عندك خيار إن أنت تترجم حاجة لايف على طول وأنت بتتكلم. ودي حاجة من ضمن الحاجات المميزة في Adobe Firefly، إن أنت مثلًا بتكون بتصور فيديو بالإنجليزي ويبدأ إن هو مثلًا يترجم لك الكلام عن طريق بس إن أنت تغيّر اللغة، ويبدأ إن هو يترجمها لك ويناسب الصوت اللي أنت بتتكلم بيه. كل ده وأكتر في Adobe Firefly تقدر أنت تستخدمه سواء في Photoshop، أو أنت تقدر تستخدمه برّه Photoshop عن طريق الويب سايت الخاص بيهم هم. وإحنا طبعًا مش هنشرحه لأن إحنا استخدمنا أو اتكلمنا عن حاجات تانية شبيهة ليه. هنتكلم دلوقتي على Adobe Podcast، واللي هو بيحسّن الصوت ويخلّي لك الصوت احترافي كصوت الإستوديو. دلوقتي أنا معايا عينة صوت شكلها أو صوتها وِحِش، وأنتم هتسمعوها دلوقتي قدّامكم في الفيديو. وهابدأ إن أنا دلوقتي أحسّن من استخدام الAI ده. هابدأ إن أنا أفتح الAdobe Podcast، ألاقي عندي أكتر من حاجة Caption Video أو Convert Audio to Video، أو إن أنا أعمل أكتر من حاجة في استخدام الموديل الAI ده. طبعًا أنا هاستخدم حاجة منهم اللي هو الenhanced speech، لأن أنا الصراحة الحاجتين دول مش هنحتاجهم، لكن هُم موجودين أنت تقدر تستخدمهم، لكن أنا هاتكلم عن النقطة دي بالذات لأنها مهمة. لو أنت معاك مايك وِحِش أو بتعاني من مشكلة الصوت، هو هيساعدك في الحتة دي. دول برضه موجودين تقدر تستعملهم. لو أنت مشترك في الأدوبي عامةً برامج أدوبي زي فوتوشوب وغيره، هتقدر تاخد premium access على برضه الأدوبي بودكاست. هابدأ إن أنا أعمل start هنا، أعمل choose file وأبدأ إن أنا أختار الفايل بتاعنا. وبعد كده أول ما يتعمل له upload هيحمّل ويبدأ إن هو يحسّن الصوت اللي هو فيه ضوضاء، وهيخلّي الصوت واضح، وهيخلّي الصوت كمان مفهوم، مش صوت بيغروش، لإن طبعًا في نماذج AI بتحسّن الصوت لكن الكلام ما بيتفهمش. هو بيقدر إن هو يعالج الحاجة دي باحترافية، وبيراعي المخارج بتاعة الحروف بشكل كويس، وكمان بيطلّع النتيجة بشكل سريع وشكل كويس. طبعًا في عندك نموذجين، إحنا استخدمنا آخر نموذج. دلوقتي أول ما نخلّص عندك إن أنت تقدر تخلّي الspeech more or less. طبعًا إحنا هنخلّيه كده اللي هو more، وكده إحنا عندنا الbackground عايز تخلّيها more or less، طبعًا إحنا هنخلّيها less، طبعًا خلّيها هنا كده. هنبدأ مثلًا نسمع الصوت دلوقتي مع بعض. ده تسجيل صوتي باستخدام الAI. دلوقتي أنا باستعمل نموذج الAI، والمفروض إن الصوت هيكون اتحسن بنسبة كبيرة. ده دلوقتي صوتي بدون استخدام الAI بتاع الصوت. وأكيد الفرق باين بالنسبة لكم إن الصوت بقى احترافي. دلوقتي هنتكلم على براوزر بيقدر إن هو يجمع بين أكتر من حاجة في نفس الوقت. يقدر إنه يجمع بين التابز والإيميلات والكالندر والسوشيال، وكمان السوشيال لايف بتاعتك. وكمان يقدر إن هو تقدر يشتغل مكانك، أو تقدر إن أنت مثلا تقول له يعمل لك حاجة وهو يشتغل مكانك. وكمان تقدر إن أنت تحلل منه شغل أنت كمصمم، يقدر إن هو ينظم لك شغلك. وتقدر إن أنت تفهم كل حاجة أنت محتاجها، مثلا لو في صورة مثلا عايز تفهمها وتقدر تحللها لك، هو يقدر يحلل لك الحاجة دي في ثواني من غير ما انت مثلا تقدر تروح تاخد سكرين شوت وتسيرش جي بي تي عنها. هو يعمل لك الحاجة دي منه فيه. وكمان البراوزر ده تقدر انت تستخدمه صوتيا او كتابيا، ويقدر ان هو يفهمك. وكمان تقدر تعمله تستخدمه مثلا في ان هو يحلل لك المشاريع، او يحلل لك اي حاجة انت عايز تشوفها بشكل احترافي. وده هنبدأ إن إحنا نشرحه في قامة لبريكسبيليتي مع أكتر من براوزر، أكتر من رائع، لأن هو بيفيد الناس. وكمان هقول لك على عيوبه ومميزاته في خلال شرحنا دي، وأقول لك إزاي تقدر تستعمله كمصمم أو كشخص عايز إن هو يوفر وقته ويخلي البراوزر ده يشتغل مكانه. طيب أول ما تفتح البراوزر دي، الواجهة بتاعت البراوزر عاملة زي شات جي بي تي بالظبط. هتلاقي عندك هنا الخصائص بتاعة البرنامج ذات نفسه. طبعا هو برنامج ليه اكتر من بلان مدفوع علشان تقدر تستعمله. طبعا احنا هنستعمل النسخه المجانيه عادي، وتقدر انت تستعمله في ريسيرش، تستعمله في اكتر من حاجه. لكن انا هخليك تستعمله كشغل او توفير وقت. فمثلا دلوقتي احنا مثلا دلوقتي فاتحين بيهانس، وممكن ان انا اجي على جنب من هنا، وهبدا ان انا اقول له مثلا يا اما ايه، يدور او دور لي على مشاريع 3D من مصممين مشهورين في مصر.
وهيبدأ إن أنا أديله الكلمة دي. هيبدأ إن هو دلوقتي يتحكم بالمكان اللي أنا فاتحه ده. دلوقتي هتلاقي الأزرق ده طلع، هيبدأ إن هو يمسك البراوزر بتاعي ويبدأ إن هو يسيرش ويتحكم مكاني. أنا دلوقتي حاليا أنا مش لامس أي حاجة، أنا سايب الكيبورد. هيبدأ إن هو يدور ويعمل السيرش بتاعه هو بنفسه، وكمان يطلع لي النتيجة في الآخر بعد ما يخلص ويبعت لي النتيجة بتاعته. طبعا ده أنت ممكن تستعمله على سكيل أكبر من كده شوية. طبعا أنا بدي مثال بسيط إن أنت ممكن تخليه يشتغل مكانك. هو فكرة بقت موجودة، على المدى القريب ده هيبقى موجود في كل حاجة. يعني هيبقى موجود مثلا في يوتيوب، هيبقى موجود في كل حتة، بدل ما انت تتعب وتبدأ انت تتطور بالحاجات دي بنفسك. الحاجات اللي هي البسيطة الصغيرة اللي زي كده ممكن هو اللي يشتغل مكانك ويعمل الحاجات دي كلها. طبعا هو في عيب ان هو ما فيهوش برايفسي كويسة. انا بقول لك من دلوقتي اهو عشان ما تحطش فيه ايميلك الاساسي، اعمل ايميل ثانوي وابدأ ان انت دور او اعمل سيرش واستخدمه براحتك، بس من ايميل ثانوي لان هو مش مضمون والبرايفسي فيه مش حلوه، وممكن ان هو تعرض لاي هجمات او ممكن تلاقي مثلا بياناتك اتسرقت او اي حاجه، لان هو البرايفسي فيه وحشه. وانا بكرر الحاجه دي، هو مميز وحلو قوي البراوزر، لكن هو دي مشكلته ان هو البرايفسي فيه وحشه. عشان كده انا بقول لكم دلوقتي ما حدش يحط فيه ايميل الاساسي، اعملوا ايميل ثانوي خاص بس بالبرنامج ده او بالبراوزر ده واستخدمه براحتك. ممكن لو في المستقبل ممكن لو بقى فيه برايفسي كويسه ممكن ان احنا نستعمله. انا متخيل ان هو مثلا ممكن يستعمله، مثلا انا عايز ابعت ايميلات هو يبعت مكاني، ممكن ينزل بوستات مكاني، ممكن ان هو يشتغل كاوتوميشن مكاني، مش مجرد بس ان هو برنامج يعني براوزر بسيط بيعمل لك الحاجه دي. طبعا هو دلوقتي حاليا بيقعد يدور، انا مش عايز اكمل، لكن هي انت وصلت لك الفكره ان هو ممكن يدور مكاني ويقعد يطلع لي النتيجه. طبعا هو بيدور دلوقتي وبيطلع النتيجه ويبعتها لي، تمام. وفي فكره مثلا ان انا دلوقتي مثلا وقفت قدام مثلا دي صفحتي انا البيهانس وعايز اسال سؤال عنها، عايز اقول له مثلا مين الشخص ده وايه مجالاته وهل هو محترف ولا لا مثلا يعني. انا بدي مثال دلوقتي، هيبدا ان هو الشخص ده اسمه كذا كذا وهو مصمم وهو مؤسس استوديو مش عارف ايه خاص يعتبر معطيه في المجال ده خبره واسعه مش عارف كذا كذا، وراح مدين مجالاته كل الحاجات دي كلها. فبدل ما انا اقعد اقرا واعمل واتعب نفسي، هو في بيلد ان اي اقدر اساله عن الحاجات دي كلها ويقدر ان هو يجاوب عليا. وكمان لو انا مثلا دلوقتي بسمع فيديو، طبعا ما تعملش الحاجه دي معايا، اتفرج على الفيديو، اعمل الحركه دي مع اي حد الا معانا. قاعد بسمع مثلا فيديو زي الفيديو بتاعنا ده مثلا، وحبيت ان انا اساله مثلا ممكن تلخص ليا أهم النقاط في الفيديو ده، وهيبدأ إن هو دلوقتي يعمل الفيديو ده، يعمل له تلخيص بالظبط ويديني الخلاصة بتاعته وأقدر إن أنا أفهمها. طبعا تقدر تعمل الحاجة دي بإن أنت تلخص وقتك مثلا، وحتى مثلا أنا مثلا دلوقتي دخلت المشروع ده وحابب أعرف مين المصممين اللي فيه وأدوارهم وهم عاملين إيه بالظبط، فأنا أقدر إن أنا أقول له من هنا كم من واحد مشارك في المشروع ده، وهل هما تيم ولا لا، وهل المشروع رسمي ولا لا. أبدأ إن أنا أسأله السؤال ده، وهيبدأ إن هو يشوف المشروع ويقول لك عدد المشاركين وجابهم بالظبط صح، وقدر إن هو يعرف أسمائهم، وقدر إن هم فريق ولا لأ، وقدر إن هو يعرف المشروع رسمي ولا غير رسمي، وهو مش عارف ايه، عرف كل التفاصيل دي كلها. فبدل ما انا اقعد افتح وادور واعرف، هو بيحل لي المشكله دي، ان هو يوفر عليا وقت، وان انا ممكن اسلمه تاسكايه بسيطه ان هو يبعت ايميلات او ان يعمل اكتر من حاجه. مؤخرا شات جي بي تي بدا ان هو يعمل الحاجه دي برضه، فانا انصحك بشات جي بي تي، لان شات جي بي تي بيبدا ان هو ياخد الداتا بتاعتك وتقدر انت تمنعه من ان هو يستخدم الداتا بتاعتك دي، من ان هو يتحافظ على البرايفسي بتاعتك. وهو بديل برضه كويس المتصفح اللي احنا شفناه من شويه. طبعا شات جي بي تي دلوقتي اتضاف فيه فكره ان انت ممكن تدمجه بفيجما، ممكن تدمجه باي برنامج وهو يرد ويشتغل بمجرد بس انت تقول له الحاجه ويقوم هو عاملها مكانك. حته البرايفسي او الامان بتاع الخصوصيه بتاعتك وان انت تقدر تقفلها هو اضمن بكتير جدا من البراوزر اللي احنا لسه شايفينه، فدي برضو نقطه تتحسب له.
ولسه كمان تقدر تستخدم منه كانفا اي اي اللي احنا لسه كنا هنتكلم عليه في اول الفيديو، تقدر تستعمله هنا. وكمان تقدر تستعمل الدوكيومنت بتاعت مثلا جوجل، تقدر تخليه يدون حاجات معينه. ممكن مثلا ان هو تساله مثلا عن احسن كورسات ممكن تسمعها، ممكن يولد لك صور، ممكن يشوف لك يحجز لك اوتيلات، ممكن يعمل لك اكتر من حاجه، وتقدر تدمجه في اكتر من برنامج. ففكره الفيجما تقدر تدمجها مع شات جي بي تي، والعكس هي حاجه هتوفر وقتك برضو. فكرة من البرامج انا مؤخرا بدات استعمل حاجه زي كليك اب، ان هو كمان بيسجل الميتنج ويقدر ان هو يحللها لك عشان تستخدمها بعد كده، بدل ما انت تسجله بنفسك وكمان بعد كده تنساه او مش هتعرف تفهم منه حاجه. كمان بيقدر ان هو يسجل ويتراك الشغل بتاعك ويحلله لك، وكمان يقدر ان هو يقسم الورك فلو بتاعك انت والتيم. انا مؤخرا بدات استعمله انا والتيم بتاعي بولد فريمز، لكن هو برنامج مفيد جدا وبيقسم وبيهون من الوقت جدا. طبعا في غيره من الادوات الكتيره جدا تبعت الاي اي اللي ممكن توفر لك الوقت وتحسن شغلك وتحسن انتاجيتك. ولو عايزيني فيديو اعمل فيديو كامل مخصص للادوات دي اداة او ان انا اعمل سلسله كامله تخص ادوات الاي اي بالتفصيل، ممكن انا اعمل لكم سلسله كامله بتشرح اداة بالتفصيل، وتقدر تطلع منها برودكت اخير يقدر انت تطلع منه اعلان، او تقدر تطلع منه اي حاجه حسب رغبتكم. لو عايزين حاجه زي كده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، دي كانت نهايتنا مع فيديو النهارده. معلش ما كانش فيه سكام. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اكتر. بس مع السلامه.